طبعا ما ننساش البطاطس بتوابلها الرايقه يا جدعان. بعد ما يبهرها بيغرق الاوردر بتاعك بيها، تكون الفراخ والموزاريلا ستيكس طلعت من الزيت وينزل بيهم في السندوتشات. وهم من الناس القليله اللي مش بتبهرك في الصوصات عشان تحس بالطعم، بس مايونيز وجبنه، وده البيزك بتاعهم في اي ساندوتش. واي حاجه انت عايزها تاني بتبقى موجوده في الساندوتش اللي انت هتختاره. ده هتبقى اول حاجه. دور التركي واخد فرايد تشيكن ستيكس تركي، وبجد انت حاسس بطعم كل حاجه في الساندوتش. وبص نظافه الفراخ، اللي تشيكن تركي خلاني متمزج ناو وفتح نفسي على باقي الحاجات. تاني حاجه اخترتها كان التشيكن رانش، والعيش حلو قوي ومظبوط جدا، وكمان الساندوتش طعمه حلو قوي، وطعم الفراخ مع الرانش جامد جدا يا جدعان. والساندوتش ده خلاني اقول انا بحب التخصص. ونيجي للكلوب هاوس وبيبقى فيه روز بيف. وبقول لك ايه، تاخد قطمه ابلع، ضحكت عليك. الساندوتش ده يفرق عن قبله ان ده فيه روز بيف بس، حرفيا كل حاجه بيبدلوها او بيحطوا حاجه غير الحاجه التانيه بتخلي الطعم في حته تانيه خالص، وبتفرق الساندوتش جدا يعني. والروز بيف هنا حلو قوي. والساندوتش ده السندوتشات كلها جامده قوي لان البيزك واحد، وهنا متخصصين في الفرايد تشيكن، فالفرايد تشيكن هنا عندهم جامده جدا.